أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج باللغة العربية على أثير مواقع التواصل الاجتماعي في المركز الكردي للدراسات. في هذه الحلقة نستعرض موضوع مهم، وهو يعني العلاقة بين سوريا وتركيا وسوريا وإسرائيل، أو التصارع التركي الإسرائيلي في الساحة السورية. موضوع هو بعنوان سلطة دمشق العالقة بين أنقرة وتل أبيب. للحديث عن هذا الموضوع المهم الذي يهمنا كسوريين بالدرجة الأولى، معي الزميل سركيس قصارجان الباحث والمختص في شؤون تركيا، والزميل شورش درويش الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكم الزملاء. مرحبا يا أهلا دكتور. مساء الخير دكتور. تحياتي عزيزي. زميل سركيس، نبدأ معك في خبر أولي وطازج. توم باراك أعفي من منصبه أو أقيل، أو انتهت مهامه في سوريا، هكذا قرأنا. توم باراك ما له وما عليه الآن بعد أن ترك ساحة سوريا؟ تفضل. دكتور، بداية من خلال تواصلي مع الأوساط التي تتابع هذه الملفات بشكل عام في الولايات المتحدة، يمكن القول بأن إقالته بهذه الطريقة، لأنه في النهاية عدم تمديد مهامه هو نوع من الإقالة. يعني هذه الإقالة كانت مفاجئة للجميع. كان من المنتظر أن تتم هذه الإقالة في بداية العام، ولكن ثم عندما أكمل أو تابع في عمله، الكل اعتقد بأن خلص توم باراك هو صديق ترامب الذي لا يمكن المساس به. حتى جاء إعلان روبيو. شو بدي أنا بالكلام المنمق الدبلوماسي الذي كتبه روبيو؟ عادة في مثل هذه الأحداث، خلينا نقول، يتم الحديث عن مآثر وإيجابيات الشخص، ولكن إقالته هذا يعني بأن هناك بعض المآخذ. هل هذه المآخذ هي أمريكية؟ ليس بالضرورة، ولا أعتقد. كل الذين تحدثت معهم لا توجد إشارات بأن هناك امتعاض أمريكي. لذلك أعتقد بأن الموضوع له علاقة أكثر بتل أبيب ونتنياهو بشكل خاص، وهو ضمن صفقة هات وخوض بين ترامب ونتنياهو نتيجة المستجدات بملف الحرب مع إيران، كل هذه التطورات الحاصلة. لأنه نتنياهو، وهذا ليس كلامي بالمناسبة، هذا كلام بعض المصادر في أوساط المراكز الدراسات الذين تحدثت عنهم في واشنطن بالدرجة الأولى، قالوا بأنه يبدو أن هناك تخوف إسرائيلي من طريقة أو رغبة ترامب بإنهاء الحرب أو الاتفاق مع إيران، وبالتالي هناك ضغوط إسرائيلية بأنه على الأقل دعنا نرتب المنطقة بطريقة تضمن أمننا وسلامتنا. دكتور، بتوقع لو في أي ظرف آخر ما عدا رئاسة ترامب، نحن كنا سنتحدث طبعا عن مبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة، ولكن ليس بهذا التركيز. أهمية الموضوع أننا نعيش عصر الرجل الواحد في أمريكا. كل من تحدثت معهم يقولون ويؤكدون على فكرة أن ترامب أصلا يقولون لي كم عدد المسائل التي طرحها ترامب على الكونغرس، أو طلب من الكونغرس الموافقة على هذه الملفات، تكاد تكون صفر في السياسة الخارجية. ترامب يتصرف كوان مان شو، كرجل أوحد في السياسة، وبالتالي كل من يعينه هو بمثابة أهمية كبرى. أحد المصادر الذين تحدثت معهم قال لي بالحرف الواحد، قال: قبل أيام كنت أتحدث مع مسؤول يوناني رفيع المستوى وأسأله عن المبعوث الأمريكي أو السفير الأمريكي في أثينا، وكنت أحاول مقارنته مع توم باراك، باعتبار توم باراك في سوريا هو أيضا السفير الأمريكي في سوريا، مو بس بتركيا وبالعراق وبلبنان. المسؤول اليوناني قال لهذا الشخص بأنه نعم، نحن أيضا نتعجب من الطريقة التي يدير بها السفير الأمريكي العلاقة، ولكن نحن مرتاحون
لهذه العلاقة، لأن كل ما نود إيصاله أو الحديث مع الرئيس ترامب نتحدث مع السفير، نلتقي به والسفير يخرج الموبايل من جيبه ويتصل بترامب ونتحدث معه. هذا الذي كان حاصلا مع توم باراك تماما، وهذا الذي يحصل مع، لأنه طلع في نسخة ثانية من توم باراك ولكن في آثينا، يعني رجل أعمال مقرب من ترامب حطه سفير أمريكا في اليونان. وبالتالي شكل توم باراك هو مريح جدا خلينا نقول ما راح اقول ديكتاتوريات، ولكن الذين يحبون سياسة الرجل الواحد، أمثال أردوغان مثلا الذي يحب التصرف بدون الرجوع إلى البرلمان وإلى آخره. ابتعاد توم باراك مهم جدا في هذه المرحلة. الأهم لنرى هل يعود ترامب إلى الوراء قليلا، يعني يعود إلى إعدادات السياسة الأمريكية حيث المؤسسات، إذا بدك تحكي مع الرئيس لازم تتدرج من السفير للخارجية للبيت الأبيض، ولا لا رح يجي حدا تاني يرجع يطالع الموبايل من جيبه ويدق له لترامب يقول له تفضل فلان بده حابب يسلم عليك. هذا لازم نشوفه، ولكن عندي إيمان بأنه مين ما أجا بعد توم باراك ما راح يكون أسوأ منه. هذا يعني قناعتي واعتقادي الشخصي. نعم. نذهب إلى الزميل شورش. زميل شورش تقريبا يعني نفس السؤال. توم باراك الآن خرج من المشهد، يعني ماذا له وماذا عليه في جردة حساب لما فعله وساهم فيه في السنوات الماضية؟ تحياتي دكتور لك وزميل سركيس. ما رح شز كثير عن النقاش اللي خاض فيه زميلي سركيس، لكن أنا عندي وجهة نظر مغاير. طبيعة السلطة الحالية والدولة العميقة في الولايات المتحدة تحتم أن تقوم السلطة الحالية أو إدارة ترامب بأدوار تجاري. على سبيل المثال، كان كل شيء شهده الشرق الأوسط تمهيد لضربة إيران بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. جرت الكثير من المياه تحت الجسر مثل ما بيقولوا، من ذلك الإطاحة بنظام بشار الأسد اللي إجا بمهمة دولية وإقليمية. هذا الجو أدى إلى توجيه البوصلة باتجاه الحرب التالية، اللي هي ما راح تكون جنوب لبنان ولا راح تكون غزة فقط، ولا سياسة ضرب الأذرع الإيرانية مثل ما تم إشاعته، إنما ضرب طهران في حرب ال 12 يوم وال 40 يوم. خلال هالفترة التمهيدية يجب شد الشرق الأوسط باتجاه السياسة الأمريكية. الهدف الأساسي لواشنطن هو دائما ضرب الرباعي: طهران، بيونغ يانغ، بكين وموسكو. وبالتالي داخل هذا الجو تم إشاعة الكثير من الأقاويل أنه ترامب ينقاد لسياسات نتنياهو، لكن الحقيقة أنه الحرب طبيعتها قائمة على فكرة الإضرار بالصين، تحطيم الصين اقتصاديا، ومن أجل ذلك تم شد المنطقة عبر سياسات مركزة مشددة، تركيز على المركزية. وسمعنا من توم براك اللي كان شخص إشكالي في تاريخ سوريا خلال عام واحد أو عام ونصف من تاريخ توليه مهمة إدارة 160 مليون. كتبنا عن هذا الشيء اليوم مقال في المركز الكردي للدراسات. كان توم براك مسؤول عن حياة ومصائر 160 مليون. حكى بالحرف الواحد بأن النظام اللامركزي أو النظام الفيدرالي لا يعمل في الشرق الأوسط. حكى هذا الكلام في كردستان العراق، وكان يعرف بأن النظام الفيدرالي يعمل. لكن طريقة تفضيل للأنظمة السلطوية اللي تفضل فيها زميلي سركيس بيوضحها جون بولتون في كتابه الغرفة التي شهدت الأحداث. بيحكي جون بولتون أنه كان ترامب معجب بمقولة للرئيس التركي أردوغان بأن الديمقراطية تشبه الذهاب في قطار تنزل في المحطة اللي تعجبك، وبالتالي تقيم أنت في تلك المحطة حكمك ودولتك، وبالتالي تخرج عن السياق الديمقراطي. سمعنا أيضا، وبعرف زميلي سركيس مطلع بدرجة أكبر على الوضع التركي، سمعنا أيضا غضبة الاتجاهات التركية عندما تحدث توم براك بأنه مش بس الفيدرالية لا تعمل، أنه الديمقراطية لا تعمل، يعني أنه شعوب المنطقة غير جديرة بالديمقراطية. وهذا كلام في كثير من الاستشراق الناشف اللي بيعطيك إياه تاجر منتبه إلى الصين، إلى حروب باتجاه الصين، موسكو وبيونغ يانغ. إذا تم اختيار طهران كهدف. يعني يمكن تفنيد الكثير من النظريات اللي تقول بأنه ترامب
انقاذ لسياسة نتنياهو. أيضا توم باراك لعب أدوار كبيرة بما له وما عليه في توقيف الجموح الإسرائيلي. نحن بنعرف أنه تقرير ناجل واحد من أشهر التقارير، اللي هو تقرير تعزيز الأمن وبناء القوة. تقرير ناجل ركز على سوريا، أنه في غضون 5 سنوات يجب بناء قدرات لمواجهة محتملة مع تركيا في سوريا. توم باراك أوقف هذه التحشيدات الإسرائيلية أو رغبة إسرائيل في الذهاب باتجاه إلى حرب فرعية برا حرب إيران، الحرب فرعية مع سوريا. في في هاي الحرب المفترضة اللي كانت دعت إليها يعني لجنة ناجل، كان في كلام خطير جدا أنه يجب أن نتزود بالمعلومات اللازمة، لأنه تركيا هي الخطر المستقبلي علينا. وبنعرف نحن بعد سقوط بشار الأسد بديسمبر 2024 إسرائيل شنت عملية سهم الباشان. سهم الباشان أدت إلى تقويض القدرات العسكرية السورية، واعترض توم باراك على هذا السلوك الإسرائيلي، ودعا إلى التهدئة وأخذ تطمينات من دمشق، ضمانات عفوا من دمشق بأنها لن تبني قوتها. اليوم ترجع المسألة إلى وجه آخر. اليوم في استعدادات وتدريبات عسكرية بين سوريا وتركيا على الأراضي التركية. هذا يثير مخاوف إسرائيل، وبالتالي مخاوف واشنطن من أن تذهب سوريا، أن تخرج سوريا من النص المرسوم أمريكيا، النص اللي حاول يروج له توم باراك. اليوم أيضا في تقرير كتبت عنه الواشنطن بوست عن مخاوف تفشي داعش مرة أخرى، وهناك 20,000 داعشي مفقود في المنطقة. مفقود، خرجوا من المخيمات، بعض السجون، بعض المرافق الاحتجاز. أين هم الآن؟ إذا توم باراك خلف خلفه بعض الأسئلة، ما بقول المصايب، منها مسألة داعش، منها مسألة التفريط بالقوى الكردية في المنطقة كضامن أساسي لعدم عودة داعش، منها مسألة أمن وضمان الاستقرار في المنطقة وحياة سوريا كدولة. وعد توم باراك أن سوريا ستبقى دولة محايدة. صحيح كان يعني يزعم بأنه الدولة المركزية اللي هي دولة الجيش الواحد، الرئيس الواحد، الشعب الواحد، هي التي ستكون نموذج المنطقة. ربما كانت كل هذه المسائل استعداد للحرب مع إيران، لكن أنا لا أقلل من الطابع التجاري في اختيارات ترامب، على اعتبار أنه طبيعة الحرب مع الصين مع روسيا هي طبيعة تجارية. اليوم هي داخلة في حرب مع إيران، وممكن نتحدث عن الحرب الإيرانية الأمريكية وارتداداتها على سوريا، طبيعة تفسير هذه المسألة إذا خرجنا من سؤال توم باراك. لكن أعتقد من سيحل مكان توم باراك سيفهم مسألة أساسية: فصل الملف السوري عن الملف التركي. تم إدماج الملف السوري، التركي، اللبناني، العراقي في سلة واحدة، وأعطاها لتوم باراك الذي يمتلك صلاحيات لم يمتلكها الجنرال جورو بالزمانات اللي حكم سوريا ولبنان نعم. فقط. هالمرة نحن عم نحكي عن شخصية ستكون سفيرة في سوريا، تبعد يعني أو يبعد مكان إقامته عن الحدود الإسرائيلية 50 كيلومتر، وبالتالي ستكون الحساسية أكبر من شخص موجود في تركيا، سواء كان جيمس جيفري أو توم باراك. نعم. زميل سركيس، ندخل في صلب الموضوع. سلطة دمشق العالقة بين أنقرة وتل أبيب. طبعا بوادر أو علامات الصراع التركي الإسرائيلي تتجاوز سوريا. يعني هناك صدامات أو مواجهة غير معلنة، تنافس في القرن الأفريقي، في غزة، في اليونان، قبرص، يعني عدة ملفات، صراع على الغاز، على الموارد، على النفوذ. حتى أنا لاحظت أنه في تنافس في الإنفاق العسكري. يعني ميزانية الدفاع الإسرائيلية ل 2026 50 مليار، ميزانية الدفاع التركية 46 مليار دولار. فالواضح أنه في يعني تنافس واستقطاب بين الطرفين. ما يهمنا هو الساحة السورية الآن. يعني علامات الصراع التركي الإسرائيلي في الساحة السورية، وكيف ينعكس هذا الصراع على الشعب السوري، على السوريين وعلى السلطة. يعني هل يشكل هذا الصراع موقف السلطة، طبيعة السلطة يمد في عمرها أو يودي بها ربما، وما مدى احتمالية أن تتواجه تركيا وإسرائيل في الأرض السورية؟ دكتور، يعني خلينا نحكي بموضوع السياسة. ننطلق من فكرة يعني بتنحكى كمقولة في السياسة: إنه صديق الكل لا صديق له. وسوريا اليوم هي صديقة الكل.
حتى الآن وحتى لبعد شهور ويمكن لبعد سنوات هاي المعادلة تصلح، لأنه مثل ما قال زميلي شورش قبل شوي، التركيز الأمريكي اليوم هو في المسألة الصينية، وبالتالي البوابة كانت الحرب الإيرانية. يعني الفكر الأمريكي كان يصب على موضوع أنه السيطرة على إيران، وبالتالي إرغامها على بعض الأمور، والأهم يعني إيقاف ضخ الطاقة النفط الإيراني إلى الصين. وبالتالي الآن ليس مطلوبا من سوريا أن تتموضع أو أن تتخذ مواقف، لأنه المطلوب، الشيء الوحيد اللي كان مطلوب من سوريا بظل السلطة الحالية هو قطع طريق الإمداد بين طهران وبيروت وصولا إلى غزة، وهذا تم. وبالتالي سوريا حققت المراد. ولكن بعد فترة لما بننتقل للخطط أو الصراعات، التيارات أو المشاريع التي ستبدأ بالتصادم في المنطقة، لأنه واضح يعني اليوم عم نحكي نحن مثلا إسرائيل والهند، تركيا وباكستان، يعني المحاور عم تتشكل شوي شوي. يعني قبل سنتين مثلا لا باكستان كانت مضطرة أنها تاخذ تتخندق بشكل واضح وصريح كل الهند، ولا الهند. اليوم لا، الوضع مختلف. بشرق المتوسط منشوف قبرص واليونان مقابل سوريا، والآن عم بتحاول تركيا أيضا يعني استمالة مصر إلى جانبها لحتى ترجع توازن نفس التوازن اللي عم تعمله مع باكستان مقابل الهند. فهذه التيارات وبالنهاية إذا بدنا نحكي بالصورة الأشمل، في مشروع صيني اللي هو الحزام والطريق، وفي مشروع أوروبي أمريكي هندي اللي تسمى طريق البهارات أو ممر الشرق الأوسط أوروبا. فعندما تبدأ هذه المشاريع بالصدام، سيكون هناك مشكلة طبعا بين إسرائيل وتركيا أردوغان. هون لازم نميز شغلة، إسرائيل ولا يوم كانت مشكلتها مع تركيا كدولة، وأردوغان ولا يوم كانت مشكلته مع إسرائيل كدولة. يعني دائما الحديث يدور بين نتنياهو وأردوغان، هذول الشخصين. أنا بتقديري بالنهاية أردوغان يعني ممكن الانتخابات القادمة كمان يفوز، بس بالمنطق يعني بالعمر، بحسابات العمر ما راح يضل لأربع خمس سنين. وسياسيا أعتقد نتنياهو انتهى أيضا. يعني أنا ماني شايف أبدا في أفق أو إمكانية لحتى نتنياهو يستمر في الحكم. هذا ما بيعني إنه اللي راح يجي بعده راح يكون أفضل. ما عم نحكي، ما عم نقيم يعني، ولكن بالسياسة، بحسابات السياسة. هلأ الوضع الحالي، الصورة الحالية، هل تؤدي إلى صراع؟ أنا عندي مش نظرية مؤامرة يعني، بس أنا عندي مقولة بتقول إنه في النهاية الأمريكي اللي هو صاحب القرار كثير صعب يقتنع إنه يصطف أو ياخذ خليني أقول دور المحايد أو موقع المحايد بين أي صراع بتكون إسرائيل طرف فيه. قد ما كانت تركيا نعم قريبة، قد ما كانت مهمة، قد ما كانت حليفة، ولكن إسرائيل هي إسرائيل. يعني إسرائيل بالنسبة للسياسة الأمريكية بتضلها هي لها الأولوية. يعني أساسا إحدى السياسات الأولويات الأمريكية في المنطقة عدم محاربة الصين، هي الحفاظ على أمن وسلامة إسرائيل. وبالتالي هذا بيعني أنه صدام مباشر ما راح يكون، ما راح نشوف فيه صدام مباشر. وهون تجي خطورة، أو هون اللي بيبدأ الواحد يفكر أكثر بموضوع سوريا، لأنه إذا ما راح نشهد صدام مباشر بالتالي راح يكون في شيء قريب من البروكسي وور أو الحرب غير المتماثلة، واللي ممكن تكون سوريا وممكن أيضا يكون لبنان، بالإضافة إلى حماس في غزة جزء طرف. خاصة وأنه أنا شايف أنه في محاولات تركية
لا استدراج أيضا الإسلام الشيعي، يعني مش بس الإسلام السني، أيضا فتح قنوات. أكيد هذا ما بيعني أنه بيوم وليلة ممكن مثلا فصيل مثل حزب الله يكونوا يعني يمشوا مع أردوغان بهذا الطريق، ولكن على الأقل ممكن يكون في التقاء مصالح. وأنا هون يعني راح استدل بالبداية على موقف تركيا من الحرب الأمريكية مع إيران، وأيضا التصريحات اللي صدرت مؤخرا من ناس محسوبين على إيران في لبنان بما يخص موقفهم من تركيا وكيف شايفين أردوغان، وبالتالي كيف شايفين الشرع. لأنه خلينا نكون واضحين وشفافين، ما حدا شايف الشرع غير انه هو محسوب على اردوغان. يعني شو بدنا نحن هلا؟ القطري عم بيحاول يعمل يأثر على الملف السوري، السعودي عم بيحاول يأثر على الملف السوري، الإماراتي عم بيحاول بطريقة أو بأخرى مساعدة سوريا بطريقة ما. يعني شفت كيف استثمارات وزارة الأوقاف وإلى آخره، ولكن في النهاية الشرع يسأل أردوغان عنه، وهذا قاله ترامب يعني ما خبى. فالإشارات الصادرة عن جماعة حزب الله، أو خليني أقول التيار القريب من إيران في لبنان باتجاه تركيا وأيضا باتجاه الشرع، بدل أنه ممكن يكون في التقاء للمصالح التركية الإيرانية، أو يعني هاي الفصائل في نقطة ما. وبالتالي الساحة، يعني إحدى الساحات أو الساحة الأهم ستكون سوريا إلى جانب لبنان وغزة. وما ننسى أنه بالنهاية بالنسبة للتركي يعني ما في شيء بيمنع أنه تركيا تحل محل إيران بهذا الموضوع، نعم. خاصة أنه طموحات تركيا هي أكثر من إيران. يعني إذا بنشوف العقائد اللي تم تطويرها في السنوات الأخيرة من قبل تركيا، سواء الوطن الأزرق أو العثمانية الجديدة أو النظرة إلى العالم العربي والإسلامي وإلى آخره، فهذا احتمال وارد بتقديري. نعم. كلما حاولنا أن يعني نبقى في الساحة السورية نشتط إلى محاور أخرى إقليمية، لأنه الصراع واضح أنه سوف يطبع الأعوام القادمة في المنطقة. زميل شورش، يعني زميل سركيس تحدث عن عدة نقاط مهمة. الواضح أنه يعني الآن الممرات تلعب دور، الطريق الصيني والطريق الهندي قضية أكبر من سوريا ومن نظام في سوريا. يعني هناك محاور عسكرية تتشكل، محور مع باكستان والسعودية، ومحاولة ضم مصر، ومحور آخر إسرائيل وفرنسا واليونان، وحديث عن أثيوبيا والهند إلى آخره. وهناك محاولة تركية لتأهيل محور المقاومة، يعني تسليح أيضا ميليشيات وإقامة علاقات معها لاستخدامها كحائط صد ضد إسرائيل. يعني هذا المشهد واضح أنه مشهد كبير. وأنت تحدثت عن تقرير ناقل، والتقرير يقول أنه تركيا هي العدو القادم لإسرائيل، يعني هي ستحل محل إيران. قراءة لهذا المشهد، يعني إلى أين سيأخذنا كسوريين وكجغرافيا سوريا في ظل هذا الصراع الكبير. يعني نتحدث عن الصين والهند وممرات وباكستان وإسرائيل وتركيا، دول إقليمية كبيرة. يعني ما وضعنا كسوريين ووضع سوريا في ضمن هذه المعادلة؟ طيب دكتور، إذا رجعنا للتاريخ شوي، قبل 100 سنة تقريبا دخلت فرنسا وبريطانيا على التنافس على تدمر السوري. كانت وجهة نظر بريطانيا أنه يمكن تمرير النفط اللي جرى اكتشافه 1925 في كركوك، يمكن تمرير النفط باتجاه تدمر السوري ومنها إلى يعني البحر المتوسط. في 49 سنة 1949 جرى انقلاب حسني الزعيم بتدبير ودعم من واشنطن في مواجهة الإنجليز من أجل خطوط التاب لاين اللي هي خطوط النفط السعودي اللي حتمر من سوريا. في عام 2009 شهدنا تقارب سوري قطري وتوقيع أحرف أولى لاتفاقية خطوط النفط أو الغاز القطري عبر سوريا، لأنه قطر
صرفت النظر عن ذلك نتيجة الحرب الأهلية في سوريا 2011، وفسخت الموضوع 2014 نهائيا وصرفت النظر عنه. عندنا كمان ممر الطاقة الخط العربي اللي تم الحكي عنه عام 2003 لتمرير الغاز المصري المسال عبر الأردن ثم سوريا باتجاه تركيا وأوروبا. انضمت تركيا للاتفاقية عام 2006 و2008، يعني كانت جزء من هذا المشروع. عندنا كمان أفكار أولية لحاجة سوريا باتجاه النفط. نحن نعرف أنه إيران كانت تزود سوريا يوميا ب 60 إلى 70 ألف برميل. هذا انتهى، وبالتالي هناك حاجة وعوز سوري للنفط. وزارة الطاقة السورية تحدثت أنه النفط اللي حطت إيديها عليه في دير الزور وأيضا في المناطق الشمالية الشرقية في سوريا تحتاج إلى 3 سنوات من ترميمه إلى ما هنالك. توم براك اللي عم نحكي عنه في سياق إنهاء مهمته أو انتهاء مهمته، كان يؤيد استثمارات أمريكية في قطاع الطاقة، خاصة الشركة اللي يعني يبدو هي مقربة له، شركة إيش إيش كي إن، اللي بأيدها كمان جويل روبور اللي حيكون احتمال يكون سفير سوريا أمريكا في سوريا. لكن في عوائق قانونية أمام تعيين سفير في الوضع الحالي، على اعتبار سوريا لا تزال مصنفة على قوائم الإرهاب، وبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة أن تعين سفير في هذه الأثناء. ونحن بنعرف أنه براك إجا ب 180 يوم، تم تمديده كذا مرة إلى وقتنا الحالي. وبالتالي مسألة خطوط الطاقة وشركات النفط والاستثمار تأخذ حيز كبير داخل النقاشات فيما خص سوريا. كيف تنظر إسرائيل إلى الموضوع؟ هذا جزء من يعني تفسير ما يجري فيما خص سوريا. إسرائيل ترى بأنه فرصة الممر الهندي اللي أطيح بها نتيجة الحرب على غزة واستدامة الحرب، أيضا هناك أصوات في إسرائيل، وممكن مراجعة بعض الكتابات في موقع بيجن السادات للسلام، وكذلك الأمر في تايمز أوف إسرائيل. الكل يتحدث أنه تم إضاعة هذه الفرصة نتيجة استدامة الحرب. كان الحكي عن الممر الهندي الاي ام اي اس اي سي عفوا، اللي حيمر من الهند الى الشرق الاوسط ذهابا باتجاه اسرائيل فاوروبا. هذا الممر كان ممكن يشكل فرصة كبيرة للتطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. في حال تعثر هذا المشروع ممكن نذهب إلى أفكار أخرى. هذا هو النقاش حاليا، أنه تمر خطوط الطاقة عبر سوريا، لكن هل سوريا آمنة؟ هل لديها بنية تحتية تستطيع تحمل هذا الموضوع؟ في علم خطوط الطاقة يعني لا يمكن لدولة أن تستثمر في خطوط الطاقة إذا لم تكن المنطقة آمنة وشديدة الموثوقية، خاصة أنه الكلفة تتعدى عشرات المليارات. هذا بالنسبة للقطريين على الأقل، إضافة أنه يتم استرداد هذا المبلغ خلال 10 إلى 15 سنة. إذا هو استثمار طويل الأمد يمنح تركيا قصب السبق في المنطقة لتكون هي المسؤول عن تمرير الطاقة باتجاه أوروبا. هاي الأسئلة لا يمكن فصلها عن مسألة دور سوريا القادم. من يضع يده على سوريا يستطيع التحكم بخطوط الطاقة، وبالتالي تصبح له كلمة عليا في سوريا. صحيح أنه هناك تنافس إسرائيلي سوري. نحن بنعرف أنه اتفاقية باريس اللي تسببت بنكبة لقوات سوريا الديمقراطية، اتفاقية 6 يناير في باريس 2026 عامنا الجاري، كان جرى فيها الاتفاق على مشاركة، يعني أنه يكون في اتفاقية طاقة بين سوريا وإسرائيل. إسرائيل تعد برامج لتوليد طاقة الرياح في مرتفعات الجولان تتقاسم بين سوريا وإسرائيل. إذا الحديث عن الطاقة يفسر الكثير من الموضوعات في سوريا. لماذا تصعد هيئة تحرير الشام لتستلم الحكم؟ لماذا يتم التضييق على إيران؟ لماذا يجري اقتراح خطوط طاقة؟ الآن يجري الاعتماد على النفط العراقي في سوريا، وأيضا الحديث عن إعادة إحياء خط كركوك بانياس. وبالتالي إذا ركزنا على موضوع الطاقة رح نفهم الكثير من السياسات اللي كان يقودها توم براك في المنطقة. هذا تسبب في نزاع اقتصادي على لعب الأدوار بين تركيا وإسرائيل. وبالمناسبة في أحد التقارير اللافتة يجري الحديث أنه لا مشكلة في تعاون تركي إسرائيلي فيما يخص الغاز الإسرائيلي الذي يسمى بالخط العربي، يمر باتجاه الأردن فسوريا باتجاه تركيا. هذا الخط لا تعارضه إسرائيل بالمناسبة، لكنها تفضل الخط الممر الهندي. هذا التنافس يمنح سوريا أيضا مكانة. نحن بنعرف أنه وزير الطاقة التركي عندما زار تدمر من أجل دراسة البيئة
المناسبة لخطوط الطاقة جرى قصف تلك المواقع. رفضت إسرائيل تواجد عسكري في وسط سوريا وقصفت قاعدة التيفور وغيرها من المناطق. إذا نحن بحاجة إلى مراجعة سريعة لمسألة الممرات، على اعتبار أنه طبيعة الحرب اللي عم نشهدها في المنطقة وفي العالم هي حرب ممرات، سواء الحرب الروسية الأوكرانية باتجاه أوروبا، الحرب الإيرانية اليوم بتجفيف الصين، كيف ستصبح سوريا جزء من تزويد الطاقة باتجاه أوروبا بالاتفاق مع إسرائيل أو بالاختلاف مع إسرائيل. كل هذه المسائل تضعنا أمام حقيقة واحدة، أن دور سوريا مهم جدا، لكن هي بحاجة إلى الكثير من المسائل. ما هي هذه المسائل؟ أولا، أن يكون هناك في سوريا استقرار سياسي، استقرار أمني، أن ينتهي خطر داعش نهائيا، أن تنتهي فكرة تشكيل إمارات داخل سوريا، إمارات متعددة يعني هناك نوع من اللامركزية الجهادية في سوريا. على سبيل المثال اليوم في عربين أعلنوا عن ولاية إسلامية. هل هذا يساهم في استدامة خطوط الطاقة وقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على رفد سوريا بالمال؟ وبالتالي نحن نعرف كمان أنه خطوط الطاقة اليوم لم تعد مجرد أنابيب تمر، هي عبارة عن شبكات ألياف ضوئية وكهرباء ومدن جديدة تنشأ، سكك حديد. وبالتالي نحن عم نحكي عن مفهوم جديد لخطوط الطاقة. هل تستطيع البنية القضائية المهترئة في سوريا حماية المستثمرين؟ هل تستطيع البرلمان السوري المشكل حاليا على عجل وبشكل غير مفهوم، هل يستطيع حماية أو تقديم تشريعات جيدة للمستثمرين في قطاعات الطاقة؟ أعتقد بأن المسألة يجري الترويج اليوم أن سوريا ممكن تشكل بديل للممر الهندي، أو بديل موثوق للنفط غير الإيراني وغير الروسي باتجاه أوروبا. هذا نقاش بحاجة إلى الكثير من الفحص، لا تكفي فيه الدعايات. بالأمس كانوا يتحدثون مثلا المقربين من الإدارة السورية الجديدة، جرى الحديث بأنه سوريا ممكن تكون جزء من المصفوفة الأمريكية لتأديب إيران، أذرع إيران في العراق ولبنان. طلعت هالشغلة يعني إشاعة كبيرة. ليس في مقدور سوريا أن تخوض حرب على جبهتين أو الدخول في صراعات إقليمية. تم استبدال الكلام اليوم بممرات الطاقة وبكلام رؤيوي، أنه لا، ما فيها تحارب بس فيها تأمن خطوط الطاقة باتجاه الغرب. لكن ما تشهده اليوم البنية التحتية في سوريا، الاهتراء المؤسساتي، عدم وجود حكم رشيد في سوريا، عدم وجود مجلس تشريعي وفصل سلطات داخل سوريا، يعيدنا إلى المسألة الأساسية. سوريا لا تصلح لتكون ممر للطاقة في الظروف الراهنة إلا إذا جددت سياسات الداخلية. وهذا بيدفعنا للنقاش في السياسة السورية، ربما في المحور التالي دكتور طارق. نعم. سمير سركيس، ما هي الخطوط الحمراء الإسرائيلية الموضوعة أمام النظام السوري؟ أن لا تكون هناك محاور جديدة معادية لإسرائيل، أن لا تكون سوريا جزء من هذا المحور. قبل قليل الزميل شورش أثار الوجود العسكري التركي في وسط البلاد. يعني أنا سابقا حتى ببرنامج بالمركز حكينا أنه في خط وهمي في حدود مرسومة وهميا لنفوذ، يعني مناطق نفوذ تركيا. إسرائيل أعتقد بأنها يعني ترى بأن النفوذ التركي يجب ألا يتجاوز الريف الجنوبي لحماة، وبالتالي كل ما يتجاوز هذا الخط تعتبره خطرا. يعني تدمر طبعا هي خارج هذه المنطقة، قلب الجغرافيا السورية. يجب أن لا يكون هناك نفوذ تركي، سيطرة تركية. أعتقد أن الخط الأحمر الآخر هو وجود جيش بطريقة أو بأخرى. يعني يمكن أن يكون هناك توجد قوات مسلحة لمكافحة، يعني لحفظ الأمن، لمكافحة الشغب، لأيضا بيوم من الأيام تقديم فصيل هنا أو هناك، ولكن جيش بمعنى أن يكون هناك برامج عسكرية لتطوير الصواريخ، لتطوير منظومات حربية وإلى آخره. هذا أيضا أعتقد بأنه خط أحمر. يعني ببداية مع وصول السلطة الجديدة إلى الحكم كان الحديث عن الجيش دائما كان هناك يعني بنوع من السخرية، أنه جيش مين وكل هالفصائل كيف بدها تجتمع وإلى آخره. ولكن إسرائيليا يعني عندما يتم احتساب الخطط القادمة وهذا
يعني هذا النفوذ التركي العسكري الكبير في سوريا، دائما هناك لدى إسرائيل مخاوف من أن تقوم تركيا بتشكيل قوة عسكرية مرتبطة بها بشكل مباشر. يعني طبعا لن تكون حليفة، يعني لن يصح استخدام كلمة حليف. وبالتالي هذه القوة قد تشكل لها مشكلة وتعرقل خططها وأيضا تهدد أمنها، وبالتالي هذا أيضا خط أحمر. في النهاية بتقديري حتى الآن هذا الزلزال الذي تشهده المنطقة يعني لم ينتهي، لم يتوقف. الضربة، الزلزال الأول، الزلزال الأساسي توقف، ولكن الارتدادات مستمرة. يعني بالعامية بالشامي بنقول لازم تركب الأحجار محلها. حتى الآن ما في شيء ركب. يعني بالعراق هناك محاولات الآن لنزع سلاح الحشد الشعبي، في لبنان هناك محاولات. لو أن الحرب على إيران أعطت نتائج كالنتائج التي كان يتوقعها ترامب، هذه العملية كانت ستسير بشكل أسرع، ولكن ما أراه اليوم سيكون هناك عثرات وعقبات، لأن الحرب لم تنتهي على الأقل كما كان مخطط لها. وهنا أيضا باعتقادي يعني سياسات توم باراك لها دور، لأنه ما فيك تشوف الدنيا كلها تجارة. يعني في اشياء ما بتتعوض بالتجارة. يعني مثل مثلا موضوع عدم استمالة الأكراد في إيران في أي رؤية أمريكية، هذا توم باراك وسياساته في سوريا له دور كثير كبير. يعني لأنه أكراد إيران شافوا اللي صار بسوريا، يعني أكيد ما راح يمشوا بهي الخطة الأمريكية بدون ضمانات أو بدون ما يكون في شيء موثوق أكثر. فكل هذه الأمور لم تتوضح بعد، ولكن إسرائيل واضحة. يعني عم تحكي عن منطقة منزوعة السلاح، عم تحكي عن خط طبعا السويدة ما نسينا، ما عاد حدا حكي بالقصة. يعني بالنهاية يعني الكل معتبر انه السويدة خلص بالملف الإسرائيلي، مع الملف الإسرائيلي. ما راح يكون في تواجد تركي. ممنوع على سوريا أنها تكون بمحاور، يعني حتى تجاريا واقتصاديا حتى الآن. انتبه، يعني لا سوريا اصطفت خليني أقول تحالفات أو منظمات تجارية، ولا حتى حاول. يعني في كثير وعود، ولكن ما حدا على أرض الواقع صرف ولو دولار واحد لأي مشروع استثماري حقيقي في سوريا. يعني ممكن هلا تجي شركة تفتح لها مول، تعمر لها اوتيل، هدول بالنهاية ما لهم مشاريع، يعني بمعنى المشاريع الاستراتيجية اللي لها علاقة بمستقبل البلاد، واللي بتعطيك فكرة وبتشرح لك عن طبيعة علاقة الدول مع بعضها. كله كلام بكلام. هذا ما بيعني انه ما حدا رايد، الكل اكيد عنده الرغبة انه يكون متواجد على الارض السورية، ولكن نتيجة كما قلت يعني المشهد لم يتوضح بعد، وبالتالي الكل في حالة انتظار، والكل في حالة ترقب للحظة الصدام بين المشاريع التي كما قلت قبل قليل يعني راح تنجبر وقتها سوريا ما عاد فيها تكون صديقة الكل، راح تنجبر انها تصطف. وهذا الاصطفاف هو اللي راح يحدد مصير وايضا مستقبل نظام الحكم في سوريا. زميل سركيس، كان يعني في بالي سؤال كنت أود أن أسألك إياه في المجموعة الخاصة عندنا في المركز، بس هلا بسألك على الهواء مباشرة. طبعا الآن في صراع خفي بين إسرائيل وتركيا، تنافس شديد أيضا وتهديد به حتى المواجهة العسكرية. هناك آراء تقول أنه يمكن يعني تتدخل الولايات المتحدة في إحداث تغيير ما في تركيا في القيادة السياسية، يعني ينهي هذا الملف، أن يكون نظام صديق لإسرائيل في تركيا بدل النظام الحالي، لن تعود أي حاجة لأي تخطيط لمواجهة عسكرية أو كل هذا التصعيد. هل هناك احتمال في انقلاب عسكري مثلا؟ لأنه الآن الساحة التركية
ساخنة وتم الإطاحة بحزب الشعب الجمهوري أزيل هذا المنافس الكبير أمام أردوغان وحزبه. هل هناك احتمال حسب قراءتك تبديل نظام أردوغان بنظام آخر صديق لإسرائيل؟ مع ترامب لا يوجد هذا الاحتمال دكتور طارق. يعني ترامب طبيعة ممارسته للسياسة هو شخص لا يفكر بطريقة مؤسساتية، أي أن يكون هناك نظام في تركيا لا يعادي إسرائيل بل يتعاون مع إسرائيل وإلى آخره. ترامب يريد أن يكون هذا التعاون من خلاله. يعني ترامب برأيي رح يكون مبسوط أكثر إذا صار في تصعيد بين تل أبيب وأنقرة، والاثنين اضطروا يتصلوا فيه ويطلبوا مساعدته لحتى يتدخل ويحل، ويطلع ويقول إنه أنا كنا على حافة مواجهة بين الاثنين، ولكن أنا باتصال واحد نهيت المشكلة. ترامب هي طبيعة سياسته، ولكن بعد ترامب حكما هذا الشيء رح يصير، وتركيا جاهزة لهذا الموضوع. يعني اليوم دكتور طارق اللي صار بتركيا موضوع يعني إبطال قرار المؤتمر، مؤتمر حزب الشعب الجمهوري. لأول مرة نحن ما بنسمع ولا صوت من أمريكا ولا كلمة بهذا الموضوع. يعني هلا أنا أكيد ماني يعني ساذج لدرجة أني فكر أنه الأمريكان أو الأوروبيين هن مهتمين بموضوع ديمقراطيات وحقوق الإنسان، ولكن سابقا الإدارات الأمريكية من باب الخجل كانت تطلع بتحكي. يعني إذا الرئيس ما حكى الخارجية بتحكي، بيطلع تقرير بالكونغرس، بيطلع حدا بيحكي. اليوم ولا كلمة. وما ننسى أنه هذا القرار طلع بنفس اليوم اللي صار في اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب، وبالتالي أنا متأكد، يعني ما عندي معلومة ولكن قراءتي بتقول أنه مؤكد أردوغان أطلع ترامب على هذا الموضوع. وأنا بتقدير ترامب ما عنده مشكلة. يعني توم باراك باجتماع أنطاليا الدبلوماسي بقمة أنطاليا حكى أنه مثل ما ذكر قبل شوي الزميل شورش، أنه قال لهم للأتراك، قال لهم أنتم ما بتزبط معكم الديمقراطية. يعني هذا أيضا عمل مشكلة كبيرة، لأنه الأتراك طول عمرهم بالمنطقة بيعتبروا حالهم أنه هن ما يعني هن بيشبهوا الغرب، بيشبهوا الأوروبيين، وما بيشبهوا الشرق الأوسط اللي هي منطقة ديكتاتوريات وإلى آخره. توم باراك قال لهم لا، أنتم ما بتشبهون للأوروبيين، أنتم بتشبهوا هدول اللي بالشرق الأوسط، وبالتالي بدكم زعيم قوي يدير القصة كلها وخلصت القصة. ما بدكم ما يعني عشوائي رح يقول لهم ما بتلبق لكم الديمقراطية، مثل ما قال غير دول، ومثل ما حكى للبنانية وقال لهم لا تكونوا مثل الحيوانات، إذا بتتذكر الصحفيين اللبنانيين بالمؤتمر. فهذا يعني هذه الطريقة بالسياسة هي طريقة ترامب، وبالتالي لا أعتقد بأن ترامب سيحاول. ولكن البيئة جاهزة، وأي رئيس آخر بيجي بعد ترامب وبيرجع فقط للإعدادات الأمريكية اللي هي المؤسسات، وأحيانا صراع بين المؤسسات، وأحيانا صدام بين المؤسسات، والرئيس يحاول يوازن. أي عودة لرئيس آخر بأمريكا حكما راح نشوف تغيير في أداء أو سلوك النظام التركي. يعني حتى إذا كان ضل أردوغان أو إجا هاكان فيدان، ولكن في النهاية الأمريكي هو اللي بيحدد كيف بدها تتصرف تركيا. ما ننسى، مش تقليل من شأن تركيا، أكيد تركيا لها وزنها، دولة قوية عندها كتير أدوات تأثير وإلى آخره، ولكن ما لازم ننسى أنه في النهاية تركيا هي دولة أطلسية تدور في الفلك الأمريكي، وكل ما تبنيه تركيا الآن وكل هذه القوة والنفوذ هي بفضل هذا المدار. يعني تركيا مش بحالة، يعني تركيا مش بعلاقتها مع روسيا أو الصين عملت اللي عملته أو عم تعمل اللي عم تعمله اليوم. تركيا حتى اليوم، حتى هذه اللحظة، هناك مفاوضات من أجل محاولة الحصول على موافقة لشراء محركات طائرات أمريكية لحتى تقدر تركيا تصنع المقاتلة الخاصة بها. وبالتالي ما فيها تطلع من هذا المدار، ما فيها تطلع من المدار الأطلسي والأمريكي. بدها شغل عقود لحتى تقدر تطلع وتضل على اجريها. ولانه بتعرف انها ما فيها تطلع، فما راح تروح على صدام. صح، اردوغان راح يحاول يضغط على
يلعب على الحافة مثل ما بنقول، ولكن لما بيشوف انه الموضوع جدي من قبل الامريكان، وهذا اللي شفناه بال 2017 لما هددوا ترامب بانه ممكن يدمر اقتصاده، بيرجع بيتراجع وبيمشي. هي كاتش ذا فلو بيقولوا الامريكان، انه بيمشي مع التيار وبيرجع للوضع الاساسي. نعم. الآن يعني منشور مع المقال الجديد للزميل شورش درويش في المركز الكردي للدراسات صورة تمثل توم باراك وهو جالس في الصدارة، وب يعني جانبيه يمينه ويساره وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان وجنرالات ومسؤولين أذاك. زميل شورش، إذا لك تعقيب على ما تحدث به الزميل سركيس، وبعدين أسألك سؤال جديد. لا، هو ما في تعقيب. يعني أنا أتفق مع كلام صديقي سركيس، لكن يمكن النظر دائما إلى أنه سياسة ترامب كانت تبحث عن الحلول الأسهل، عدم الانخراط. يعني هي سياسة مبنية على فكرة الانسحابات، عدم الانخراط في مشاكل المنطقة. جزء من مشاكل المنطقة كانت فرض الديمقراطية بالقوة على طريقة بوش، أو دعم الاتجاهات الديمقراطية على طريقة أوباما بايدن. وبالتالي الخلاف بين المدرسة اللي تسمى الترامبية اليوم هي عدم تحريك الأنظمة طالما أنها تلبي حاجات الولايات المتحدة في المنطقة. من ذلك النظام التركي، من ذلك مثلا النظام في إسرائيل. يعني تفضل العمل مع نتنياهو بهذا الشكل على أن تتعامل مع اضطراب حكومي داخل تل أبيب. يعني تفضل الرجال الأقوياء، وهذا التصريحات دائما بنلاحظها بكلام ترامب عندما يتحدث عن أي شخص في العالم يصفه بالقوي. يعني هو معجب زميل جدا. شورش اتدخل بالشأن الإسرائيلي، وقال له للرئيس الإسرائيلي لازم تعفيه من المحاكمة لنتنياهو. يعني اتدخل بشيء قضائي قانوني بحت بدولة تانية. يعني لهالدرجة متمسك بهذا الموضوع ترامب، وطلب تأكيدا الرئيس لكلامك يعني. وطلب الرئيس الإسرائيلي وقتها أنه يتقدم نتنياهو بإقرار أنه هو مرتكب انتهاكات، ويمنحه فيما بعد العفو. يتقدم هو أو أحد أفراد عائلته بالتماس إلى رئيس الجمهورية أو رئيس دولة إسرائيل من أجل منحه. وبالتالي حتى تدخل لصالح نتنياهو، يعني ترامب وتدخل أيضا لصالح أحمد الشرع أمام السنت اللي كانوا بده يفرضوا قانون إنقاذ الكرد. تدخل في كثير من الملفات لحماية يمكن تسميتهم برجاله حول العالم. يعني هذا مبدأ ثابت في الترامبية، العمل مع رجال يصفهم هو بالأقوياء. زميل شورش، خيارات سلطة دمشق الآن بين الضغطين التركي والإسرائيلي، وانعكاس كل هذا المشهد على الكرد في سوريا وفي عموم المنطقة. يعني لازم التركيز حاليا على فكرة مؤداها أنه نحن في فترة انتقالية لم تلبي تطلعات الحكم الانتقالي أو أساسيات الحكم الانتقالي، اللي هو التمهيد للانتخابات، التمهيد لكتابة دستور جديد، التمهيد لحوار وطني، لمصالحة وطنية. يعني السلطة في دمشق مع ما حصل في الساحل وفي مع الدروز ومع الكرد مؤخرا بحاجة إلى مصالحة وطنية. هل تلبي هذه الاحتياجات؟ أنا برأيي صعب جدا. هناك نوع من التشاؤم على الواقع. الواقع السوري سيء للغاية، بحاجة لكثير من المراجعات، بحاجة إلى دعم دولي وإقليمي. سوريا لا تستطيع الوقوف على قدميها بدون وجود دعم إقليمي ودولي لصالح الإصلاح السياسي، يعني كبديل لحالة الفساد السياسي اللي عم تعيشها سوريا منذ عقود، وليس من مرحلة حالية. الشغلة الثانية أنه يجب على سوريا يعني اختيار سياسات تخدم مصالح السوريين، لا تخدم مصالح لا تل أبيب ولا أنقرة ولا أي دولة خليجية أو دولة أجنبية. وبالتالي اختيار المصلحة الوطنية على قاعدة أنه ما بدي يكون بطريقة الشوام حربوق يكون صديق تل أبيب وبريطانيا وأنقرة والإمارات وقطر في نفس الوقت. يعني هذا جمع التناقضات في آن واحد، هذا دور لا تستطيع أن تقوم فيه سوريا، لأنها ببساطة ليست سلطنة عمان. ليست يعني دورها الإقليمي المرسوم لها دوليا. يجب أن تختار. هي خرجت من الفلك الروسي الإيراني لاحقا لتسقط في الفلك الأمريكي. لا يمكن أن تسبح عكس التيار وأن تفكر بفترة تمكين وتعزيز الدفاعات الجوية، واحتمال أن تضع احتمالات الحرب مع إسرائيل أولا. يجب أن تضع احتمالات السلام مع إسرائيل أولا.
أن تضع مسألة احترام الحدود السورية التركية، أن يكون لسوريا مصالحة داخلية تاريخية مع أكرادها، مع طوائفها وقومياتها. هذه المصالحة يبدو أنها بعيدة المنال، صعب جدا، وبالتالي رح نضل نحكي عن فترة اضطراب سياسي داخل سوريا. هذا رح يترك الأوضاع من قبل المانحين والداعمين لتترك الأوضاع لأن يعني تتعفن داخل سوريا، وبالتالي أن يكون هناك داخل هذا التعفن نوع من الاختمار وخروج بدائل ذاتية، وإلا لا يمكن العمل مع سلطة ترفض. يعني سمعنا أنه وعدت دمشق بأنه يكون في حكومة جديدة، لم تلبي حتى هذا الوعد، وذهبت باتجاه يعني اختيار وزراء وتطعيم الوزارة القديمة. أيضا فيما يخص البرلمان، لم تذهب إلى وضع الكرد أمام استحقاق طبيعي بقدر وجودهم الفيزيائي على الأرض، وأيضا جدارتهم في أن يكونوا جزء من سوريا. ذات الأمر أيضا مع السويدة ومع الساحل وغيرها من المناطق. وبالتالي هناك نوع من الزبائنية لدى هذه السلطة. هذه الزبائنية تنعكس على السياسات الخارجية، وبالتالي السلطة في سوريا اليوم موضوعة أمام سؤالين: هل تستطيع أن تنفذ شيء من الإصلاح السياسي؟ هل تستطيع أن تكون دولة حيادية، أن تهتم بمصالح؟ الحيادية هون ما بتعني المعنى السلبي، بمعنى أن تكون صديقة الكل مثل ما تفضل زميلي سركيس، صديق الكل ليس له صديق، لكن أن تكون حيادية تلبي مصالح السوريين فيغفر لها العالم. يعني هلا اذا في مصلحه لسوريا مع تركيا، العالم راح يستوعب فكره المصلحه المشتركه او الفكره الكذا. اما ان تكون تابع لدوله معينه، فهذا امر يخل بالميزان الاقليمي، وبالتالي هذا لا يقبله لا العالم ولا لا بروكسل ولا واشنطن، وبالتالي لن تقبله حتى تل ابيب. يجب التفكير في مصالح السوريين اولا، الذهاب باتجاه رفض الافكار الاستشراقيه. السوريين جديرين بإدارة مرحلة انتقالية، أن يكونوا جزء من الحكم، حكم تشميلي وتضميني يجمع جميع السوريين. السوريون يعني جديرون بفكرة إدارة البلد على طريقة يعني يكون فيها الكثير من الشفافية. يعني عم بسمع خطابات يسار السلطة عم يتحدث أنه هذه السلطة ليس لديها شفافية مالية، ليس لديها الكثير من أدوات تنظيم الدولة، فما بالك بخصوم هذه السلطة. وبالتالي هناك الكثير من الكلام يشاع عن السلطة في دمشق أنها تمانع فكرة التغيير، ترفض فكرة التغيير، وبالتالي تفضل فكرة الاستئثار بالسلطة أو إدارة اللعبة على الطريقة الأسدية، من خلال إجراءات شكلية لا تصب في خدمة العملية السياسية في سوريا. ونسي السوريين أصلا أنهم في إزاء حكم انتقالي. الكثير من السوريين يتعاملون مع السلطة بأنها سلطة مخلدة وأبدية، سلطة لا يمكن أن تذهب إلى الانتخابات، أن تنظم العمل السياسي في سوريا، أن تصدر قانون عصري وحديث وديمقراطي خاص بتشكيل الأحزاب والنقابات وسواها من مسائل. وبالتالي هناك تعاطي سوري رخو جدا مع فكرة أن هذه المرحلة انتقالية. الكل يسلم بأن هذه المرحلة ليست انتقالية، وهذا أمر مخيف سينعكس على سياسات سوريا الخارجية. ربما تحيي بعض الدول هذا الاتجاه، من ضمنها الولايات المتحدة التي تفضل الاستقرار والازدهار بتعبيرات ترامب على الديمقراطية، وبتعبيرات أيضا تم براك الازدهار مقابل الديمقراطية. لكن هل يمكن لدولة يعني شهدت حرب أهلية، لا توجد فيها خدمات أساسية تقدم للمواطنين، أن تذهب باتجاه الازدهار بدون وجود قوانين ناظمة، بدون وجود تشريعات معاصرة، بدون وجود حلفاء؟ يعني عم نسمع حتى الأوروبيين والأمريكان اللي حكوا عن مؤتمرات خاصة بجمع أموال لسوريا، ما شفنا أي شيء من هذا الكلام. ثم الأموال التي تأتي من الخارج أيضا تسقط في ثقب أسود، لا يوجد شيء من الشفافية. وبالتالي حتى الداعم الخارجي الغربي أو العربي يشعر بنوع من الخذلان، يعني بأنه يرمي أمواله في ثقب أسود. كل هذه المسائل، حاصل جمع هذه المسائل يخيف فيما يخص المرحلة الانتقالية. نعم. زميل سركيس، عندنا 3 دقائق. خيارات سلطة دمشق بين أنقرة وتل أبيب، يعني من ستختار؟ ستختار تل أبيب أمريكا الاتفاقات الإبراهيمية أم ستختار أنقرة وتحالف الجديد، يعني باكستان ويمكن إيران وحزب الله والميليشيات هاي؟ حاليا هي ليست قادرة سوى أن تختار أنقرة، لأن أنقرة لديها القدرة على تعطيل العملية السياسية برمتها في سوريا. يعني هذا يعرف السلطة الحالية تعرف هذا الموضوع جيدا.
وبالتالي هي تحاول أن لا يتم وضعها في هذا الموقف، يعني لا يعني أعتقد حتى الأمريكان يدركون ذلك. يعني الأمريكان بيعرفوا أنه ما فيهم يطلبوا شيء من دمشق يتعارض مع الرؤية التركية حاليا. ولكن إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هل إسرائيل وواشنطن ما بعد ترامب سيقبلون بأن تبقى تركيا هي اللاعب الأساسي في سوريا؟ أعتقد لا. يعني أعتقد بأن سيكون هناك نوع من تقاسم النفوذ وتقاسم الأدوار، وهذا ممكن. يعني رأينا ذلك مثلا عندما كان في معادلة سين سين في لبنان، مثلا السعودية زائد سوريا. سوريا إذا قلنا يعني بوقت الأسد أنه هي كانت محسوبة على الجناح الروسي الإيراني، ولكن في نفس الوقت بعلاقة جيدة مع الأمريكان، أو على الأقل لا تغضب الأمريكان أو لا تفعل ما لا يريده الأمريكان. بالمقابل كان هناك السعودية التي هي تمثل كانت الرؤية الغربية الأمريكية. باعتقادي بأنه سيتم يعني وضع نوع من المعادلة، ولكن حاليا اليوم الظروف ليست مواتية لمثل هذه المعادلات، لأنه كما قلت الآن تركيا هي التي تمسك بزمام الأمور في سوريا، وبالتالي تركيا هي صاحبة القرار. نعم. زميل شورش، لك تعقيب أخير ننهي الحلقة معك. يعني أنا بتقديري أنه في حظوظ للسياسة الأمريكية أنه تحافظ على الستاتيكو أو الوضع الثابت اللي رسمته خلال المرحلة الماضية. رح تبقى فترة ترامب. السؤال هي ما بعد ترامب. هل ستبقى السياسة الأمريكية بهذا الشكل تتعاطى مع الشرق الأوسط بعد التخلص من الصداع الإيراني؟ نضيف إلى ذلك أنه الحرب مع إيران ستكون حرب مفتوحة ومطولة جدا. نتائجها يعني بعد سنوات ستظهر في سوريا وكثير من دول الشرق الأوسط. لا يمكن الحسم أو الجزم والقول بأنه هذه الحرب الأمريكية الإيرانية ستنتهي في وقت مبكر، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تغييرات في الشرق الأوسط. اليوم عم نلاحظ أنه الدول في المنطقة متحفزة جدا. الكل يبني شراكات أمنية عسكرية، وليس سوريا فقط، ليست سوريا استثناء. الإمارات مع مصر، السعودية مع الباكستان، قطر مع تركيا. وبالتالي حتى المظلة الأمريكية لم تعد كافية للدول. الكل يبحث عن حلفاء جدد. فهل بمقدور سوريا أن تبحث عن حليف عسكري أمني من وزن تركيا، لكن تركيا بالمقابل لديها طموحات مثل تعبير اللي بدأنا فيه، تعبير تقرير ناجل اللي حكى عن العثمانية الجديدة، وبالتالي الرغبة في التمدد الاقتصادي والسياسي والعسكري والأمني أو سياسات الأمننة التركية. هذه المسائل كلها تضع سوريا في حيرة كبيرة، بعيدا عن الخطابات الرسمية التي تنزل في مستوى النقاش دائما إلى مستوى الحزازات الطائفية والإقليمية والإثنية، عفوا الإثنية والجهوية. وبالتالي لا يمكن نناقش الوضع السوري بمعزل عن الوضع الإقليمي والدولي المركب، وليس الوضع الداخلي اللي هو مهم طبعا، وممكن نناقش فيه في موضوعات أخرى في المركز الكردي. نعم. جزيل الشكر. زميل شورش درويش، شكرا جزيلا لك، والزميل سركيس قصرجان شكرا لك أيضا. شكرا. أعزائي المشاهدين، كل الشكر لكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة. تحياتي.